السلام عليكم حبايبي وأصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. هنعمل النهاردة كيكة بالشوكولاتة والمكسرات. معانا هنا بولة، هننزل بأربع بيضات، وهنزل عليهم برشة فانيليا سايلة أو فانيليا بودرة. أنا بحب الفانيليا السايلة دايما أدخلها عندي في الحلويات. هنضرب بقى بالمضرب الكهربائي، أو عايزين تضربوا بالمضرب اليدوي ومفيش مشكلة. يعني هضربهم كده ضربة بسيطة، وبعد كده هنزل بكوباية سكر، هنضربهم بقى مع بعض كده كويس. هنضربهم لغاية اللون بتاعهم ما يفتح معانا. تمام كده اللون البيض والسكر فتح معانا. بعد كده بقى هنزل ب3/4 كوباية زيت، وبعدين هكمل ضرب تاني، هضربهم كويس مع بعض. لازم برضو تضربهم كويس. وبعد كده هنزل ب3 معالق زبادي، ومعاهم كوباية لبن، وعليهم كوباية لبن، وهكمل ضرب برضو. بس حاولوا ان انتوا تكملوا ضرب على الهادي، لان انا لما ضغطت على الزرار بتاع المضرب ضغطت على الدرجة التانية فبهدلت له الدنيا على طول. فحاولوا انتوا تضربوا على الهادي. بعد كده هجيب المواد الجافة بتاعتي 3 كوبايات دقيق، وهنزل عليهم بيكنج باودر وانخله. على فكرة الدقيق انا نخلاه، فلازم انخل البيكنج باودر برضو. وهنزل عليه برشة ملح، يعني ربع معلقة ملح صغيرة. الملح مع الدقيق الكيكة بيديها طعم جميل. وهنزل ب3 معالق كاكاو خام، اللي هو الغير محلى، الكاكاو اللي هو الغامق، وهقلبهم كده مع بعض. بعد ما اتأكد ان انا قلبتهم كويس، هجيب بقى السوائل بتاعتنا، هنزل بمعلقة خل، وبعد كده بقى اضيف بقى المواد الجافة بتاعتي. طبعا هنزل بكمية، وبعد كده هضرب. كده بقى انا استخدمت المضرب اليدوي مش الكهرباء. هقلب كويس، وبعد كده هنزل ببقية الكمية واقلبها كويس لغاية ما اتأكد ان ما عادش فيه تكتلات. هقلبهم كويس. وفي المرحلة بقى الجاية هجيب مكسرات، واحاول ان انا اكسرها، ما تكونش مفرومة. هحاول ان انا اكسرها كده بالسكينة، او احاول ان انا احطها في كيس تلاجة، واحاول ان انا اعملها بحاجة تكون مجروشة كده. وعندي هنا قطع شوكولاتة برضو، شوكولاتة بالحليب ماهيش دارك. هجيب الصينية وهديها مسحة زيت، وهبطنها برضو من الخليط بتاع الكيكة، اللي هو دقيق على كاكاو، علشان الكيكة بتاعتي ما تبقاش بيضة من تحت. لو حطيت دقيق بس الكيكة هتبقى بيضة من تحت من الدقيق، انما لازم احط عليها دقيق وكاكاو. هنا طبعا حطيت نص الخليط، وهحط طبعا شوية مكسرات وقطع شوكولاتة برضو. بعد كده هنزل بقى ببقية الكمية، وهحط بقى من على وشها بقى مكسرات وقطع الشوكولاتة. طبعا الفرن لازم يكون متسخن من قبلها. انا قبل ما ابدأ في الكيكة سخنت الفرن بتاعي على درجة 140. انتوا طبعا على حسب بقى الفرن بتاعكم، لو هو هادي تخليها 180، لو هو عالي خليها 140. كده بقى انا خلصت. بقى هحط بقية المكسرات اهيتي حطيتها، وهحط قطع الشوكولاتة، واحاول بقى ان انا اخبط الصينية كده خبطتين عشان اخرج الهواء اللي فيها، وهدخلها الفرن.
لازم اخبطها خبطين عشان اخرج الهوا اللي فيها، اي فراغات فيها. هدخلها بقى الفرن. كده بقى الكيكة بتاعتنا جاهزة، طلعناها من الفرن. وطبعا انا سبتها لما برد شوية وحطيتها في طبق عشان اقدر بقى ان انا ازينها بالشوكولاتة، بصوص الشوكولاتة. هحط عليها بقى صوص شوكولاتة. طبعا انتوا عارفين الصوص بتاعي انا بعمله ازاي. كوباية لبن، وعليها معلقة نشا كبيرة، وعليها 3 معالق سكر كبار، ومعلقتين كاكاو. وممكن تضيفي مكعب شوكولاتة صغير، مفيش مشكلة. ومعلقة زبدة صغيرة او سمنة. لو حابين تحطوا زيت مفيش مشكلة، بس علشان خاطر هي معلقة بس صغيرة زيت او سمنة او زبدة، علشان بس تخليلي لمعة في الصوص بتاعي. هتقلبوه على البارد، وبعد كده هترفعوه على النار. مجرد ما يبدأ يتقل معانا نزلوه من على النار، وما يبرد حطوه في كيس حلواني او كيس تلاجة وتبدأوا تزينوا بيه. لو وصلتوا هنا بقى ياريت ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم، واللي لسه اول مرة يشوفني ياريت يعمله متابعة. وشكرا لكم، واستنوني في فيديو جديد.